بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب أنت ولي في الدنيا وفي الآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. متابعيني الأعزاء، أهلا وسهلا بكم، وليلة سعيدة عليكم يا رب. أتمنى لكم دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة وستر. فيديو جديد معاكم النهاردة، هنتكلم في حاجة مهمة جدا. بيقولوا جواز ياسمين من ظني باطل. انا جات لي تعليقات كتير قوي بعد الفيديو بتاع الفرح وبتاع كتب الكتاب يعني وكده. طبعا مش هتكلم في تفاصيل بقى، لا الفرح ولا الجواز ولا الكلام ده كله، احنا اتكلمنا فيه وكده. انا بس هنتكلم في جزئيه واحده بس، لان جات لي تعليقات كتير قوي بيقول لك ان الخال لا يصلح ان هو يكون ولي، وبناء عليه فالجواز باطل. جالي اكتر من تعليق بالطريقه ديت، فانا طبعا حاولت اتكلم معاهم، وانا على قناعه طبعا بصحه موقفنا، فرديت عليهم. فبرضه في بعض الناس لسه مش مقتنعه ان الخال ممكن يكون ولي في حالات معينه. انا هتكلم فيها، انا هختصر معاكم في الكلام يعني، لان طبعا انا مش فقيه في الدين، ولا مش عالم، ولا انا هفتي. فطبعا انا بحثت في الموضوع. طبعا انا كان عندي قناعه طبعا ان الشيخ المأذون اللي هو يعني كتب الكتاب، اكيد ده راجل علم، احنا نعرفه معرفة شخصية. رجل دين قبل ما يكون مأذون. والمأذون هو القاضي، زي ما بيقال عليه من زمان القاضي. فانا عارف ومتأكد ان الراجل ده مستحيل ان هو يعمل حاجة ضد الشرع او ضد الدين يعني. ده كان اول ردي على الناس لما بدأ بعد التعليقات وقولوا لي وانتوا عندكم ازاي الخال يبقى ولي يعني. فطبعا قلت لهم والله الشيخ دوت لو عارف ان فيها حاجه مخالفه للشرع ما كانش عملها. وبصراحه انا عايز اقول لكم ان هو اللي رشحني ان انا اكون ولي، لان انا كنت على قناعه، والله اعلم اذا كنت صح ولا غلط، ان المراه الثيب اللي هي سبق لها الزواج يعني، ان هي ينفع ان هي تزوج نفسها وتكون ولية لنفسها. بس تقريبا على ما اعتقد ان الكلام ده طلع مش صحيح، ان الرسول عليه السلام قال لا زواج الا بولي وشاهدي عدل. يعني ما حددش بقى اذا كانت بنت او ثيب يعني. فطبعا في حاجات العلماء بيفسروها وبيختلفوا اختلاف الائمه زي ما بيقولوا رحمه لينا يعني. فطبعا انا بدات ادور وابحث واشوف يعني هل انا على صواب ولا انا على خطا، مع قناعتي الشديده جدا ان الشيخ مستحيل ان هو هيعمل حاجه ضد الشرع. فطبعا انا لما بحثت لقيت قال لك ان اولا الولي لازم يكون عصب، واول حد الولي الاب رقم واحد، بيليه الاخ، بيليه الجد من الاب، بيليه العم. دول تقريبا هم او اي احد من العصب، اذا بالتوالي كده يعني. اذا لم يتوفر يعني الاب، ممكن يكون الاب متوفي، ممكن ما يكونش له اخ، ممكن ما يكونش له عم، الكلام ده كله يعني. فطبعا هي تفاصيل الحالة اللي معانا ياسمين بالذات يعني، كان الشيخ عارف التفاصيل، وعارف عيلتها، وعارف اخواتها، وعارف عمامها، وعارف اخوالها، وعارف تقريبا كل حاجة عنها. فطبعا عرفت بقى ان في حالات بتسقط فيها الولاية عن الاب او الاخ او كده يعني. الحالات ديت اللي هي بيقولوا عليها اعضال الولي. يعني في حالة مثلا ان في الولي واحد ممكن يكون عنده بنته وهو مش عايز يجوزها، طمعان مثلا في مرتبها، ممكن تكون بتشتغل وليها مرتب فطمعان فمش عايز يجوزها، او مثلا عايزها تقعد معاه عشان تخدمه او تخدم العيلة ومش عايز يجوزها. وطبعا المصلحة العامة تقتضي الزواج، او الشرع يعني الزواج مفضل على اي حاجة يعني. ممكن تكون البنت عايزة تتجوز حد معين واهلها مش موافقين عليه، فبالتالي هي خلاص هي شايفة ان الراجل دوت فيه صفات الراجل اللي الرسول عليه السلام قال عليها يعني: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هي شايفة ان الراجل ده مناسب او كويس، بس اهلها شايفين غير كده، فهي اللي هتتجوز وهي اللي هتعيش معاه. ففي الحالة ديت بيتم اعضال الولي، ويتم اسناد الوكالة الى اقرب الناس لها، مثلا خالها او اخوها من الام مثلا، او حد هي بتثق فيه او كده.
أو أحد علماء المسلمين، يعني لو حد ذو علم ممكن يتم إسناد الولاية له. أو مثلا إذا ما كانش فيه يبقى إيه وليها الحاكم، أو وليها الله والقاضي. القاضي اللي هو بيعقد القران يعني، وممكن القاضي نفسه أو الحاكم بيتم إسناد الولاية لأهل الثقة مثلا أو لأهل العلم أو لخالها مثلا زي حالتي كده. فطبعا الشيخ عارف كل التفاصيل، وعارف إن هي ليها أخ من الأب وليها عم تقريبا على قيد الحياة، بس تقريبا يعني مش موجودين في حياتها، او ما بيتدخلوا لهاش في اي حاجه، او ما لهمش راي، او الله اعلم ايه اللي بالظبط الشيخ يعلم، او في حاجات ممكن ما نقدرش نقولها. فهو الشيخ اختار خالها ان هو يكون ولي ليها، فبالتالي هو الراجل اسند ليا الولايه على ياسمين لتزويجها. وطبعا على فكره ده يعني ما كانش متفق عليه تقريبا، يعني انا فكرت ان هي هتتجوز نفسها مثلا او كده. هو الشيخ بذات نفسه هو اللي طلب مني ان انا اتقدم واحط ايدي في ايد ضني، وان احنا نتمم الزواج. وبناء عليه انا رجعت كلمت الشيخ تاني، قال لي الزواج صحيح 100%. برضو في نقطة انا قرأتها يعني في حتة الوالي ديت، فقال لك ان في بعض البلدان بيتم فيها اسناد الولاية للخال بناء عن فتوى مثلا او امام او مذهب معين او كده يعني. فطبعا انا قريت على مذهب الحنفيه اللي هو الامام ابي حنيفه النعمان، اللي هو معمول به في مصر في امور الزواج والامور الشرعيه. وفعلا الشيخ اللي هو ابو حنيفه اقر ان الخال يجوز له ان هو يكون ولي للبنت او للمراه الثيبه اللي هي يعني مقدمه على الزواج، ان هو يحل للخال ان هو يكون ولي لها في حالات معينه، اللي هي ايه، حالات اعضال الولي الاصلي اللي هو من العصب يعني. اتمنى يا رب ان انا اكون وصلت لكم المعلومه، والحمد لله رب العالمين. احنا يعني انا اتاكدت 100% ان الزواج حلال، وان هو يعني مستوفي لكل الشروط اللي قالها الرسول عليه الصلاه والسلام. والناس اللي بتقول ان الجواز باطل، اتمنى ان هم يدخلوا ويبحثوا في يعني في الامور الفقهيه الشرعيه، يسالوا. انا سالت اكتر من شيخ على فكره، ورجعت برضو للشيخ اللي هو عقد المأذون وكده، وقال لي ما تشغلش بالك باي حاجه، انا لو في اي حاجه مخالفه للشرع وللدين انا مستحيل ان انا اعملها. الراجل متاكد من نفسه جدا، وانا برضو تاكدت منه ومن غيره ومن غيره، وقرات برضو في بعض المواقع وكده. وبطمن كل الناس ان الحمد لله ان الجواز صحيح 100%. ونتمنى لهم يا رب السعادة، ونتمنى لهم الستر، وربنا يهدي سرهم يا رب ويعيشوا حياة سعيدة. وطبعا الصلح خير زي ما بيقولوا. وفي حالة الطلاق مثلا الزوج الأول أو المطلق هو أولى برجوع الزوجة من إن هي تتجوز حد تاني، بالذات إذا كان في أطفال ما بينهم يعني وكده. فالشرع برضو في أولويات، يعني الأولى إن هي ترجع لزوجها الأول إذا كانت هي أنجبت منه أطفال وكان في أخطاء بينهم أو كده، فهم بيحاولوا إيه. وطبعا في آيات كتير في القرآن تقدروا ترجعوا لها وهتشوفوا فعلا وهتتأكدوا إن يعني ممكن الإنسان ياخد فرصة تانية مع زوجته، وهي تاخد فرصة تانية مع زوجها، ويعيشوا عشان خاطر أبنائهم وكده. وبندعي لهم يا رب بالستر دايما كده وبالسعادة، وإن ربنا يبعد عنهم الشيطان. وطبعا نصيحتي لهم اللي أنا قلتها لهم أكتر مرة، ما تدخلوش حد بينكم، وخلوا أموركم دايما ما بينكم، وما فيش ما بين الراجل والست أي يعني حسابات أو حاجات زي كده. يعني خلوا حياتكم واحدة، خلوا أموركم واحدة، كله علشان خاطر ابنكم. وربنا يرزقكم إن شاء الله بالذرية الصالحة وتخاووا سليم بإذن الله، ويبقى حياتكم كلها سعادة طبعا. أتمنى يا رب إن أنا أكون أوجزت الموضوع. وبرضه برجع وبقول لكل الناس اللي هي متشككة ادخلوا واقروا وتأكدوا، وأنا جبت لكم اللي عندي والحمد لله رب العالمين. إحنا متأكدين 100%، وربنا يصلح حالنا جميعا يا رب. وشكرا لكم، والسلام عليكم.